هذا أرسطو الفيلسوف المعروف يقول: المرأة لا تصلح إلا للإنجاب، فهي مجرد مخلوق مشوه أنتجته الطبيعة. الثاني أفلاطون صاحب المدينة الفاضلة، ماذا ينظر إلى المرأة؟ كان يأسف لأنه ابن امرأة ويزدري أمه لأنها أنثى. هذا أفلاطون. سقراط الفيلسوف يقول: المرأة هي الشجرة المسمومة، ظاهرها جميل لكن الطيور تموت عندما تأكل منها. جان جاك روسو المفكر الأوروبي المعروف: المرأة لم تخلق لا للعلم ولا للحكمة، وإنما لإشباع غرائز الرجل. نيتشه المفكر يقول: المرأة في أفضل أحوالها حيوان كالقطط والكلاب والأبقار. داروين، وما أدراك ما داروين، يقول: المرأة عبارة عن شيء نحبه للعب أفضل من الكلب. والبوذيون يرون أنها مصيدة للإغواء. والصينيون عندهم المرأة تباع أو تحجز لسداد الديون. والهنود عندهم المرأة تحرق مع زوجها إذا مات، وكان الرجل يخسر امرأته في القمار أحيانا. أما في التوراة المحرفة هي أمر من الموت، والرجل الصالح عندهم هو الذي لا امرأة له. النصرانية يقول بولس في رسائله: لا أجيز تعليم المرأة وتظل صامتة. أهل الجاهلية من العرب كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. هذه هي نظرتهم للمرأة. أما الإسلام فجاء وكرم المرأة. هؤلاء الذين يطعنون في دين الله تبارك وتعالى والإسلام لا يتكلمون عن أفلاطون ولا يتكلمون عن أرسطو ولا يتكلمون عن سقراط ولا نيتشه ولا داروين ولا جان جاك روسو ولا غيرهم الذين فعلا يطعنون في المرأة. بينما الإسلام الذي يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام الذي يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم الجنة. الإسلام الذي قال: إن أكرمكم عند الله ذكورا أو إناثا أتقاكم. الإسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذه المرأة في الإسلام.